ما تحاولش تتلفت وانت ماشي في الأماكن دي لمصلحتك. دي أخطر الأماكن المسكونة في مصر. الجزء الرابع. 1. طريق إنا سفاجة. على طريق إنا سفاجة الصحراوي في حكايات كتير اتقالت، لكن الغريب إن معظمها شبه بعض. سواقين نقل كتير حكوا نفس القصة تقريبا، كأنهم شافوا نفس الحاجة أو نفس الشخص. واحد منهم قال إنه كان سايق بالليل والطريق كان فاضي تماما، لا نور ولا عربيات ولا أي صوت غير صوت الموتور وسط الصحراء. وفجأة لمح واحد واقف على جنب الطريق، لابس جلابية بيضة نظيفة وفخمة بشكل غريب، واقف ساكت بيتفرج كأنه مستني حد. السواق قال إنه عدى جنبه عادي، لكن قلبه كان مش مرتاح. في حاجة كانت غلط، حاجة مش طبيعية. أول ما عدى بص في المراية، ملقاش حد، اختفى كأن محدش كان واقف أصلا. السواق وقف العربية ونزل. الهوا كان ساكن والصحراء فاضية، مفيش أي صوت ولا أي حركة، بس كان في حاجة واحدة بس، أثر رجلين على الرمل، واقف مش مكمل لقدام ومش راجع لورا، أثر ثابت كأن اللي كان واقف هناك اختفى من مكانه. ومن ساعتها السواقين بقوا يقولوا لو شفت حد واقف لوحده على الطريق ده بالليل كمل وما تبصش وراك. 2. منطقة زينهم. في منطقة زينهم ناس كتير بتقول إن في شوارع معينة هناك، واللي بتبقى غالباً قريبة من المشرحة على حد كلامهم. الجو فيها تقيل وغريب ومش مريح تماماً. دايماً في صوت خطوات بيبقى أعلى من الطبيعي، كأنه أقرب مما هو المفروض يكون. شاب قال إنه كان راجع متأخر من شغله، الساعة كانت حوالي 3 الفجر، والشارع كان فاضي وهو ماشي لوحده. وفجأة بدأ يسمع صوت حد ماشي وراه، وصوت صريخ وعوي غريب. وقف، الصوت سكت، مشي تاني، الصوت رجع، خطوة وراها خطوة ببطء وثبات، كأن حد ماشي بنفس سرعته بالظبط. قرر يلف بسرعة، لكن الشارع كان فاضي تماما، مفيش حد ولا أي حركة ولا حتى صوت نفس. الغريب بقى إن صوت الخطوات موقفش، فضل مكمل وراه، وبعدين اتحول لجري، جري سريع قريب جدا، لحد ما حس إن الحاجة دي عدت من جنبه مباشرة من غير ما يشوف أي حد. 3. وصلة العلمين. على طريق وصلة العلمين في ناس كتير قالت إنها شافت أو سمعت حاجة غريبة جدا، حاجات بتحصل بسرعة لدرجة إنك ممكن تشك في نفسك بعدها. واحد قال إنه كان سايق عربيته بسرعة متوسطة والدنيا كانت هادية والطريق شبه فاضي، وفجأة حس إن في حد بيجري جنب العربية. بص على اليمين مفيش حاجة، بص على الشمال برضو مفيش، لكن الصوت كان واضح، صوت جري سريع وصوت أرجل مش بشرية. الصوت كان بيقرب ويقرب وأسرع من العربية نفسها. فضل كده ثواني طويلة كأنها مش عايزة تخلص، وفجأة الصوت اختفى، كأن الحاجة دي ما كانتش موجودة أصلا. ولما وصل ونزل من العربية اكتشف حاجة غريبة، خدوش طويلة على باب العربية، خطوط عميقة كأن حد كان بيحفر فيها وهو بيجري جنبها. يمكن تكون مجرد حكايات ويمكن تكون حاجات تانية، بس المؤكد إن ناس كتير أقسمت إنها شافت بنفسها. ولو اضطريت تعدي من الأماكن دي بالليل ما تحاولش تتلفت، خصوصا لو حسيت إن في حد بيجري جنبك. الأفضل تشغل قرآن وانت ماشي، لأن معروف إن الليل مش بتاعنا وإنهم بيظهروا بالليل. وما تنسوش تعمل لايك واشترك في القناة وشير لو الفيديو عجبك عشان غيرك يشوف القصص دي. واكتبوا لنا في الكومنتات لو عديت في مكان من دول قبل كده بالليل. قول لنا في التعليقات شفت ايه وحصل معاك ايه بالظبط. هل سمعت صوت، شفت حد، ولا حسيت ان في حاجة ماشية وراك؟ وايه اكتر طريق بتحس انه مخيف بالليل؟ اكتب قصتك في الكومنتات، يمكن تبقى جزء من الفيديو الجاي. واستنوا الجزء الخامس، وما تنساش ما تتلفتش لمصلحتك.